تجمعات تجمعات، كل سنة وانتم طيبين. بما اننا هنتجمع هنتقابل مع ناس، هنشوف ناس، ونبدأ يبقى فيه احتكاكات. نعمل ايه في العيد وما نعملش ايه في العيد. اول حاجة خلينا نكون دايما الشخصية المبهجة، الشخصية اللي دايما بتدخل تفاؤل مع الناس. دي حاجة من الحاجات المهمة. بلاش نكون احنا الشخصية النكدية اللي كل شوية حصل كذا وكان في حادثة وحصل كذا ومين تعب. بلاش ده يا جماعة. تاني حاجة، خلينا الشخصية اللي دايما بنسأل ونطمن على حاجات سطحية. بلاش نسأل على أسئلة ملهاش لازمة. هتتجوزي امتى؟ هتخلفي امتى؟ ايه ده انت وشك اصفر كده ليه؟ انت تخنتي كده ليه؟ انت خسيتي كده ليه؟ يا جماعة خلينا دايما الناس اللي بتسأل على الحاجات المريحة. بلاش نكون الحاجات اللي هي ممكن تزعل حد، لاننا مش عارفين الناس عندهم ايه. تالت حاجة، بلاش نقعد نتكلم كتير عن نفسنا. بلاش نقعد نفضفض قوي ونفتح الدنيا. خليكوا دايما الكلام يبقى على القد. بلاش ندخل الحاجات الجدلية في النص ملهاش لازمة. بلاش نقعد نتكلم عن الناس، دي قالت ودي عملت، حصل كذا حصل كذا. بلاش الكلام ده يا جماعة. خلينا دايما في حدود الحضور. يعني ايه؟ الناس اللي موجودة احنا بنسأل عليهم ونطمن عليهم وبس كده. وكل اللي مطلوب منكم ابتسامة وسلام وقليل من الكلام. وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، واشوفكم بخير.